يا أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع بيحير مطورين كتير، خصوصا في بداية تعلم أساسيات علوم الكمبيوتر. السؤال اللي دايما بيتكرر هو إيه فايدة اللينكد ليستس دي بالظبط؟ يعني لو الواحد شغال بجافا سكريبت ومتعود على الأريز وسهولتها، إيه اللي يخليه أصلا يفكر في حاجة زي اللينكد ليست؟ وده بالظبط اللي لخصه المستخدم ده على ريدت. المشكلة دي حقيقية جدا. مطور عارف جافا سكريبت كويس وشغال بالاريز طول الوقت، وفجأة بيقابل اللينكد ليستس دي وبيسأل نفسه: طيب وبعدين أعمل بيها إيه؟ وهنا لازم نقف عند أول وأهم نقطة. في سوء فهم منتشر جدا بيقول إن اللينكد ليست دي مجرد شكل مختلف من الأري. لا، الحقيقة إنها حاجة تانية خالص. هي هيكل بيانات مختلف تماما في تكوينه وطريقة شغله، وده بيفسر ليه الميثودز العادية بتاعت الأري ما ينفعش نستخدمها معاها. وعلشان نفهم الفرق ده بعمق لازم نغوص شوية ونشوف كل واحدة منهم بتخزن البيانات في الميموري إزاي. وهنا بقى بيجي الفرق الجوهري. بصوا، الاريز دي عاملة زي ما يكون عندنا بلوك ميموري واحد وكل العناصر محطوطة فيه بالترتيب جنب بعض بالظبط منظمين كده. لكن اللينك ليست لا، دي حكاية تانية خالص. العناصر بتاعتها اللي بنسميها النودز ممكن تكون مرمية في أي حتة في الميموري، حرفياً أي حتة. طب إزاي متربطين ببعض؟ كل عنصر أو كل نود بتبقى ماسكة في إيد اللي بعدها بتشاور عليها. التشبيه هنا عبقري. الأري زي رف كتب منظم، لكن اللينك ليست زي خريطة كنز، كل حتة بتوديك على اللي بعدها. والنود دي هي الطوبة اللي بنبني بيها اللينكد ليست كلها. الموضوع بسيط جدا. كل نود شايلة حاجتين: الداتا اللي عايزين نخزنها، ومؤشر أو بوينتر بيقول اللي بعد مكانه هناك. التركيبة البسيطة دي هي سر قوة ومرونة اللينكد ليستس كلها. طيب السؤال المنطقي دلوقتي، إمتى نستخدم دي وإمتى نستخدم دي؟ الإجابة كلها بتتلخص في الأداء أو البرفورمانس تريد أوف. كل واحدة فيهم شاطرة في حاجة على حساب حاجة تانية. لو السرعة في الوصول للبيانات هي الأهم، يبقى الأريز هي اللي تكسب من غير أي منافسة. ليه؟ عشان عناصرها مرصوصة جنب بعض وليها إندكس، فالبرنامج يقدر ينط على أي عنصر هو عايزه في خطوة واحدة. ده اللي بنسميه الراندوم أكسس. لكن لو الشغل بتاعنا فيه إضافة وحذف عناصر كتير، خصوصا لو في نص البيانات، هنا بقى اللينك ليستس هي الملك. تخيلوا لو بنحاول نضيف عنصر في نص أري، هنضطر نزق كل العناصر اللي بعده عشان نعمله مكان. عملية بطيئة جدا. في اللينك ليست الموضوع كله إننا بنغير 2 بوينترز وخلاص. والجدول ده بيلخص الحكاية كلها بشكل رائع. شوفوا الفرق عامل إزاي. الوصول لعنصر في الأري سريع جدا اوف 1، لكن في اللينكد ليست بطيء اوف ان، لأننا لازم نمشي على العناصر واحد واحد. لكن في الإضافة والحذف في النص المعادلة بتتقلب تماماً. اللينكد ليست سريعة جدا والأري بطيئة جدا. أوكي، الكلام النظري ده حلو قوي ومقنع، بس هل الكلام ده بنشوفه فعلا في كود حقيقي بنكتبه كل يوم؟ هل المحترفين بيستخدموه؟ وده يرجعنا للسؤال الأصلي اللي بدأنا بيه. الإجابة صدقوني ممكن تفاجئ ناس كتير قوي. الإجابة هي نعم، ومثال صارح على ده هو رياكت فايبر. الخوارزمية الأساسية اللي بتحرك رياكت واحدة من أشهر مكتبات الجافا سكريبت في العالم، مبنية على مفاهيم اللينكد ليست. شوفوا بقى العبقرية. بدل ما تكون شجرة المكونات أو الكومبوننتس تري حاجة صلبة، فايبر عملت شجرة من النودز اللي متوصلة ببعض. أيوة بالظبط، زي اللينكد ليست. كل نود هنا أو كل فايبر هي عبارة عن وحدة شغل صغيرة. الفكرة دي بقى بتدي رياكت مرونة رهيبة. تقدر توقف الشغل في أي لحظة، تلغيه أو حتى تعيد استخدامه. يعني لو في تحديث كبير بيحصل في الصفحة، رياكت مش مضطرة تخلصه كل مرة واحدة، لا هي ممكن تقسمه حتت صغيرة وتشتغل على حتة، وبعدين تشوف لو في حاجة أهم، زي مثلا إن الواحد داس على زرار، فتروح تستجيب للضغطة دي الأول وبعدين ترجع تكمل التحديث بتاعها. والنتيجة، الصفحة عمرها ما هتهنج. والطريقة اللي الفايبر نودز دي متربطة بيها ببعض هي تجسيد حي لفكرة اللينكد ليست. كل نود فيها pointers لأول طفل ليها child، والأخوها اللي جنبها sibling، والأبوها return. الروابط دي هي اللي بتخلق شبكة مرنة بتسمح لرياكت إنها تتنقل بين المهام وتحدد الأولويات عشان تضمن إن التطبيق يفضل مستجيب وسريع طول الوقت. طيب، ده مثال من تحت غطاء المحرك، حاجة معمولة جوه فريم ورك كبير. خلينا نشوف مثال عملي أكتر، حاجة ممكن أي مطور يبنيها بنفسه، ال LRU Cache. فكرة ال LRU Cache بسيطة جدا. هي ذاكرة تخزين مؤقت أو كاش ليها حجم معين. لما الكاش ده يتملي ونيجي نضيف عنصر جديد، بنضطر نمسح أقدم عنصر، أو بمعنى أصح أقل عنصر تم استخدامه مؤخراً.
ممكن نفكر فيها زي التابات اللي في المتصفح، هو بيحتفظ بآخر كام تاب مفتوحين في الميموري عشان نوصل لهم بسرعة، والقديم قوي بيتشال عشان يوفر موارد. وهنا اللينكد ليست بتلمع، هي الحل المثالي للمشكلة دي. ليه؟ لأننا طول الوقت محتاجين نعمل حاجتين: لما نستخدم عنصر ننقله ونحطه في أول القايمة، ولما القايمة تتملي نشيل آخر عنصر فيها. العمليتين دول بالذات، نقل عنصر للأول وحذف عنصر من الآخر، هم أسرع حاجة ممكن تتعمل في اللينك ليست. مجرد تغيير كام بوينتر والموضوع خلص. تمام، بعد كل الأمثلة دي خلينا نرجع تاني للنقطة اللي بدأنا منها الحكاية كلها. التشبيه ده ظريف وذكي جدا، بيقول إن اللينكد ليست دي زي أغنية بسيطة بيتعلمها المبتدئين على آلة موسيقية حلوة للتعليم، لكن محدش هيعزفها في أوركسترا كبيرة. بس بعد اللي شفناه واضح إن التشبيه ده مش دقيق قوي. اللينكد ليست تتعزف في السيمفونية كل يوم. فالخلاصة اللي عايزين نطلع بيها النهاردة بسيطة ومهمة. أولاً، اللينكد ليستس مش مجرد تمرين أكاديمي. تانياً، هي بتقدم حلول أداء حقيقية لمشاكل معينة زي الإضافة والحذف الكتير. تالتاً، هي مفهوم أساسي بتتبني عليه أدوات ضخمة زي رياكت. وأخيراً، هي اللي بتمكننا من بناء أنماط برمجية قوية زي الكاشنج الفعال. وده بيخلينا نختم بسؤال للتفكير: النظريات والمفاهيم اللي ممكن تبان أكاديمية أو بعيدة عن الواقع هي في الحقيقة أقرب بكتير مما نتخيل. يا ترى إيه تاني من المفاهيم دي مستخبي جوه الكود والأدوات اللي بنستخدمها كل يوم من غير ما ناخد بالنا؟